كم مرة عملت كوميت وافتكرت بعدها إنك نسيت تضيف حاجة مهمة أو إنك ضفت حاجة بالغلط، وكان الحل إنك تعمل كوميت تاني تعدل بيه على الكوميت الأول. في الفيديو ده هنشوف مع بعض جيت كوماند هيخلينا نقدر نعدل على الكوميت من غير ما نضطر نضيف كوميت تاني. أنا إسلام حلمي Azure Developer Certified، بحاول أسهل وأبسط المواضيع اللي بتاخد مننا وقت عشان نفهمها، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الجيت ريسيت. يلا نبدأ. تعالى الأول نتخيل إن إحنا عندنا بروجكت وشغالين فيه على تاسك. التاسك دي مطلوب مننا إن إحنا نعمل كنترولر جواه إند بوينت بترجع ليست أوف تايب معين. التاسك دي هنقسمها على جزئين، الجزء الأول هنعمل التايب ده، الجزء التاني هنعمل إند بوينت. ليه هنقسمها على جزئين؟ عشان يبقى عندنا أكتر من كوميت ونقدر نشوف إيه المشاكل اللي ممكن تقابلنا وإزاي نحلها. يلا نشوف الكود. احنا هنا جينا على الكود بتاعنا، عندنا السولوشن بتاعنا. هنضيف الاول الجزء الاول من التاسك ان احنا هنضيف الدي تي او بتاعنا. تعال نضيف الدي تي او، نروح على الدي تي اوز ونقول اد نيو كلاس. الدي تي او بتاعنا هنسميه بوك دي تي او. تعال نجيب الكود عشان ما نضيعش وقت. جبنا الكود بتاعنا وده الدي تي او اللي احنا هنعمل له كومنت. بس خلينا عشان نعمل اول مشكله ان احنا هنشيل البروبرتي دي وكاننا نسيناها ونعمل كومنت للدي تي او بالشكل ده. خلينا نروح على الجيت تشينجز ونقول اد بوك دي تي او. خلينا نعمل كومنت. تمام كده عملنا الكومنت الاول. خلينا نروح على الجيت هيستوري، هنلاقي ان انا عندي الكومنت الاول. طيب ايه المشكله اللي حصلت دلوقتي؟ ان احنا نسينا نحط بروبرتي على الدي تي او بتاعنا. كان الحل اللي بنعمله في الاول ان احنا نعمل كومنت تاني عشان نعدل بيه، بس المره دي هنشوف حل مختلف. ايه الحل اللي هنشوفه؟ ان احنا نعمل جيت ريسيت للكومنت اللي قبل الكومنت ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اننا هنروح على الكومنت اللي قبل الكومنت ده ونقول رايت كليك وريسيت تو ذس كومنت، يعني سيب كل الكومنتس اللي فوق الكومنت ده بس كيب تشينجز. وده هيخلينا شلنا الكومنت اللي عندنا بس في نفس الوقت معانا الكود اللي احنا اوريدي حاطينه. هنروح بعديها على البوك دي تي او ونضيف البروبرتي بتاعتنا ونعمل الكومنت مره تانية at book دي تي او. كده نكون شفنا اول مشكله بتواجهنا، ان احنا نسينا نضيف حاجه على الكومنت او ان احنا ضفنا حاجه بالغلط. ازاي نعمل ريسيت وازاي نعدل على الكود بتاعنا ونعمل الكومنت تاني. خلينا نروح على الجزء التاني من التاسك، ان احنا نضيف end point. خلينا نروح على الكنترولرز add new controller API controller empty ونسميه box controller. هنا عمل لي كنترولر. خلينا نجيب الكود عشان ما نضيعش وقت. جبنا الاند بوينت اللي عايزين نعملها وخلينا نقول ان دي الفيرجن السيئه خالص من الكود بتاعنا اللي احنا هنعمل لها كوميت. بعد كده نشوف ازاي نشيل الكوميت ده. خلينا نعمل كوميت add box controller commit. تعال نشوف الجيت هيستوري. دلوقتي بقى عندي تو كوميتس. الكوميت التاني اللي هو اد بوكس كنترولر، الكوميت ده جوه كود احنا مش راضيين عليه تماما. ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان احنا عايزين نشيل الكود ده ونشيل الكوميت ده كانه ما حصلش بنفس الطريقه الاولى، بس المره دي هاجي على الكوميت اللي قبليه على طول واقول ريسيت للكوميت ده، بس المره دي ديليت تشينجز. انا مش عايز الكود اللي انا عملته في الكوميت الاخير. هيقول لي ار يو شور؟ يس. كده شلنا الكوميت وشلنا الكود بتاعنا. لو بصينا على الجيت تشينجز ما عنديش اي تشينجز. خلينا نروح على السولوشن تاني ونضيف الكنترولر بالشكل اللي احنا عايزينه. API add box controller. خلينا نجيب الفيرجن الكويسة من الكود، وليكن دي الفيرجن الكويسة من الكود. خلينا نعمل save changes ونعمل commit مرة تانية. كده بقى عندي تو كوميتس. خلينا نروح على الهيستوري ونشوفهم. التو كوميتس دول جاهزين ان هم يحصل لهم بوش، وبكده نكون شفنا طريقتين نقدر نستخدم بيهم الجيت ريسيت. الطريقه الاولى ان احنا نعمل ريسيت ونسيب التشينجز بتاعتنا عشان نقدر نعدل عليها. الطريقه الثانيه اننا شفنا ازاي نستخدم الجيت ريسيت بس المره دي عشان نشيل التشينجز كلها مع الكوميت اللي احنا عملناه. دلوقتي نيجي لاخر جزء. انا عندي تو كوميتس وعايز اعمل بول ريكويست من البرانش اللي عندي.
البول ريكوست اللي هعمله هيروح بتو كوميتس، بس انا فكرت ولقيت ان احنا ممكن نخلي التو كوميتس 1 كوميت، لان هو في الاخر اللوجيك ليه علاقه ببعض. هل نقدر نخلي التو كوميتس دول عباره عن 1 كوميت؟ نقدر. ازاي؟ هنيجي على اخر كوميت قبل التو كوميتس دول، وبنفس الطريقه هنقول ريسيت وكيب تشينجز. فهنا شال التو كوميتس واعطاني كل التشينجز اللي انا عملتها في التو كوميتس، وهنا اقدر اعمل كوميت جديد شايل كل التشينجز. الكوميت هنسميه add box controller and book dto. نعمل كوميت. دلوقتي بقى عندي كل التشينجز موجودين على كوميت واحد. كده نكون شفنا الاستخدام الثالث للجيت ريسيت، ان احنا عملنا سكواش لاكتر من كوميت في 1 كوميت. دلوقتي ايه اللي فاضل نعمله؟ اللي فاضل نعمله اننا نعمل بوش للكوميت ده عشان نعمل البي ار بتاعنا. وبكده نكون عملنا بوش، وكل اللي فاضل ان احنا نعمل بي ار. قبل ما نقفل الفيديو في نقطة مهمة عايز اكد عليها. احنا شفنا ازاي نستخدم الجيت ريسيت مع البرانشز بتاعتنا، مع البرانشز اللي محدش بيستخدمها غيرنا. بس الجيت ريسيت ما ينفعش نستخدمها مع شيرد برانش. ليه ما ينفعش نستخدمها مع شيرد برانش؟ لان الجيت ريسيت بتعدل على الجيت هيستوري، واحنا مش عايزين نعدل على جيت هيستوري في شيرد برانش، لان الهيستوري ده بيمثل كل التشينجز اللي بنعملها على البرانش بتاعنا، اللي في احيان كتير بنبص على الهيستوري ونقول عايزين نرجع لكوميت معين. طيب لو انا عايز اعمل اندو لكوميت على شيرد برانش، بنستخدم كوماند تاني اسمه get revert، وده اللي ممكن نشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وسلام.